هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. على طول اهو نزلت بالفيديو التاني تاني يوم. اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح لازم قبل ما تكملوا الفيديو ده لو هتشوفوه تشوفوا الاول الفيديو اللي نزلته امبارح، لان هي فكرة واحدة كلها مرتبطة ببعض، فلازم تكملوها كلها. تعالوا بقى نتكلم النهاردة عن القانون رقم 3. اوكي، الاول بس ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي رضوى احمد، بعمل فيديو على اليوتيوب، فلو اول مره تشوفوني شوفوا الشانل. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم، عشان بناء عليه بحدد نوعيه الفيديوهات اللي انتوا بتحبوا نتكلم فيها وبنتكلم فيها اكتر. اوكي طيب. ناس كتير اتهمتني الفيديو اللي فات، هزر مش اتهام، بس ناس كتير قالت لي الفيديو ده انت كنت معيطه وتعبانه وي يا جماعه. هو انا كنت تعبانه شويه، انا مش عارفه ليه اصلا الفتره دي وشي منفخ، بس انا بس كل اللي حصل ما كنتش حاطه ماسكارا، فانا حاطه ماسكارا الفيديو ده، فيعني يا رب ده يعمل فرق. تعالوا نتكلم عن قانون رقم 3 وهو الخصوصيه. اوكي، هنتكلم هنا عن الخصوصيه في ايه؟ هنتكلم عن الخصوصيه. طبعا احنا دلوقتي اشخاص حابين نتغير او بناخد خطوات ناحيه ان احنا هنتغير، لازم 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 نفكر او نعيد التفكير في مبدأ الخصوصية في حياتنا. لو احنا ما عندناش خصوصية هنتعلم هنا ازاي نبني الخصوصية، ازاي نحمي خصوصيتنا دي، وايه فوائد اصلا ان احنا نكون عندنا خصوصية في حياتنا. خليني اقول لكم حاجة حلوة قوي. انت لو اتصرفت او حصل معاك اي موقف في حياتك وانت اخترت او قررت ان انت تشارك الموقف ده مع حد، سوري احب اقولك الموقف ما بقاش يخصك، خلاص خلصت. انت عملت دورك وحكيته لحد. هيتنقل ازاي؟ هيتحط عليه ايه اللي هيحصل بعد كده؟ دي مش قصتك، دي قصتنا احنا اللي سمعنا الموقف. يعني احنا بقى خدنا الموقف نبدأ بقى نقوله بالطريقة اللي مناسبة تفكيرنا احنا، او اللي احنا حابين ننقله بيها، ونحط عليه السبايسز. وازاي بقى احط عليه جملة كده عشان تشد الناس تسمعني اكتر. فهبدأ اقول الحكاية اللي انت حكيتها لي بس بشوية تاتشات بسيطة او مش بسيطة تخصني انا. اوكي، بالمناسبة اللطيفة دي احب اقول لكم مفيش اي حد بيشوفني دلوقتي، صحاب، قرايب، معارف، في ما بيننا اصدقاء مشتركين. احب اقول لكم المفاجأة ان انا اعرف عنكم حاجات يمكن انتوا نفسكم ما تعرفوهاش عن نفسكم. I promise you، والله يعني انا I guarantee ان انتوا اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، لو احنا ما بيننا اصدقاء مشتركين، لو احنا ما بيننا معارف مشتركين، يعني انت صاحبتي بس في ما بيننا common friend، انا اعرف حاجات عن حياتك انت ما تعرفيش ان انا عارفاها. وعايزه اقولك انه ممكن جدا ما تكونش اللي حصل فعلا هو اللي اتقال لي، ممكن جدا ما تكونش هي اللي حصلت، وممكن يكون اتحط عليها. فاللي عايزه اقول لكم هنا ايه؟ الخصوصيه حاجه مهمه قوي، مبدأ مهم قوي، ورول مهم قوي تحطيها في حياتك لو انت جايه تتغير او انت جاي تتغير. مبدأ ان انت خلاص لو انت خدت خطوات ناحيه ان انا هتغير، من الحاجات المهمة قوي انك تحافظ على خصوصيتك. يعني ايه خصوصية؟ وايه اصلا الخصوصية؟ وايه الحاجات اللي ينفع اشاركها مع الناس وايه لا وايه لا؟ بصوا، الخصوصية لو في ناس اكسبوزد قوي للي حواليها حتى لو اهلها، وانس ان احنا بدأنا نتغير لازم نعرف كويس قوي ايه اللي هيتحكي وايه اللي مش هيتحكي، ايه اللي ينفع نشاركه مع حد وايه اللي ما ينفعش نشاركه مع حد. وانا هنا هقول لكم تip بسيطه قوي. اي حاجه مش مضطرين، يعني انت لازم تكون المشاركه عشان بس انت مضطر انك تشارك. اي حاجه مش مضطرين تقولوها لحد ما تقولوهاش. وده بايه يعني؟ لانه عايزه اقول لك على حاجه، انت حتى المشاكل، يعني احنا كتير مننا بيحصل له مشاكل وبيتعرض لمواقف بنضطر ان احنا نشاركها مع حد، صحاب، عيله، ايا كان. عايزه اقول لك ان المشكله بتاعتك ممكن تكون خلصت على ارض الواقع، اوكي، بس في الكوميونتي اللي حواليك هي لسه ما خلصتش. حتى لو هروح معاك لحسن نيه، هي ما خلصتش بمنتهى حسن النيه. يعني اتليست هتبقى المشكله مثلا انت مثلا اتخانقتي مع واحده صاحبتك، اوكي، اتخانقتي مع اختك وحكيتي لصاحبتك، في ارض الواقع انت واختك خلاص اتصالحتوا. صاحبتك بقى هتفضل تكلمك تسالك عن الابديتس، طب عملتي ايه، وصلتوا لايه، اتكلمتوا ازاي. فانت ممكن تكوني جواكي المشكله خلاص خلصت وبقى يعني حجمها عرفتوا تحجموها وخلصت، بس هي النهارده مثلا حكيتيها 3 من صحابك، فالنهارده صاحبتك دي هتسالك، وبكره الثانيه، وبعده الثالثه. المشكله بدل ما هي خلصت في التايم ليميت بتاع اليومين خلاص بينك وبين اختك، هي هتقعد اسبوع وممكن شهر بتتكلموا فيها انت وصحابك. انا بشوف ان دي حاجه مش كويسه. اوكي، ايه الحاجات اللي احنا هنحميها من الخصوصيه؟ اي حاجه اللي قدامك انت مش مضطر تقولها له ما تقولهالوش. اوكي، اي قرار في حياتك مش مضطر تشاركه مع شخص تاني
ما تشاركوش. ممكن يعني وبلاش الموضوع يتحول لفوبيا اللي هو انا مش هشارك اي حاجه، لا عادي جدا ممكن نتكلم عن حاجات في حياتنا، بس اي حاجه اي مواقف عدت وحصلت مش مضطر ان انت تشاركها. ولازم يكون في مواقف في حياتك او لازم يكون في حاجات في حياتك تخصك انت لوحدك خالص، ما يعرفهاش اي شخص في حياتك خالص. اعرفوا دايما تشاركوا ايه وما تشاركوش ايه. يعني انا مثلا شخص ما بيفرقش معاه قوي فكره مش هقول لكم الخصوصيه، بس انا ما بيفرقش معايا في حاجات كتير في حياتي ممكن تكون بالنسبه لناس تانية. يعني لا انا ما اقدرش ان حد يكون عارف عني مثلا 1 2 3. انا ممكن تكون حاجات في حياتي لا ما يفرقليش مين عارفها عني، بس انا شفت في حياتي ناس الخصوصيه دي بالنسبه لهم كنز، ما يقدروش يعيشوا وهم عارفين انه في حد يعرف عنهم معلومه معينه. وجس وات الناس دي انا بقول لكم الناس عارفين عنكم المعلومات دي. طالما انت اخترت تشارك السر او المعلومه او التوبيك او المشكله مع حد، خليك عارف ان الموضوع موقفش خلاص، انت مش هتعرف تعمل كنترول عليه. اوكي؟ طب ازاي ببني الخصوصيه دي؟ اولا الموضوع بيبدا من عندك زي ما قلنا الفيديو اللي فات. انت هتختار بعد كده ايه، يعني اللي حصل خلاص، ما كانش عندنا خصوصيه مش مشكله، هنبدا بقى نبنيها كانها هي طفل بيكبر. اوكي؟ انت هتبدا تختار المواضيع اللي قبل ما تتكلم، لان في ناس طول ما هي قاعده بتحس ان هي عليها، والله العظيم مش بقول كلام خلاص، وانت لو بتسمعيني او انت بتسمعني وانتوا من الاشخاص دي هتقولوا عندك حق، بيحسوا ان هم عليهم بريشر ان انا لازم اتكلم، كأن مثلا لو الكلام سكت يلا انا هبدا ايه اقوم القعده من عندنا فهقول حاجه تخصني. فاهماني؟ في ناس كده، في ناس بتتحرج قوي لو حد سالها حاجه، بتبدا بقى المعلومات كلها اللي عندي. يعني انا ما كنتش عايزه اقول الكلام ده كله، بس هو سالني فانا ما عرفتش اقف عند الحد اللي انا عايزه اقف عنده. واحده واحده. اوكي؟ هتقعدوا مع نفسكم في الاوقات اللي انتوا مش بتتكلموا فيها مع حد، وهتقولوا لنفسكم انا مثلا يا رضوى الموضوع اللي يخص شغلي الجديد او الخطوات الجديده اللي انا باخدها في شغلي انا مش عايزه اشاركها مع حد. طيب لو حد جه سالني ايه جديدك يا رضوى، هتعملي ايه الفتره اللي جايه؟ لو انا مش بيني وبين نفسي قاعده وعامله ريفيجن كده انا هقول ايه ومش هقول ايه، هلاقي نفسي بكل الستبس. لا ده انا ناويه اعمل مش عارفه ايه، ومضيت مع شركه ايه، ومين كلمني ومضيت معاه وعملنا مش عارفه ايه، وفي ستبس معينه وفاهمني، هفضل اقول الكلام ده كله. طب لو انا قعدت مع نفسي، لا انا ساعتها هرد اقول والله يعني اللي فيه الخير ربنا يقدمه، لسه مش ايه الموضوع مش جاهز قوي في دماغي دلوقتي ان انا اعرف اتكلم عليه، فيعني لسه والله ادان، فاللي فيه الخير ربنا يقدمه، لسه مفيش عندي والله معلومات جديده وبتاع، اللي فيه الخير ربنا يقدمه. قول لي انت ايه جديدك، احكي لي، وتروحي ايه الاذان بس خلاص اذان ونكمل. حطيت شويه بلاشر في النص مش عارفه باين عندك ولا لا. المهم فكنت بقول لكم ايه، ماشي. فانت هنا مش بس هتقول له مثلا تقلب بقى الموضوع على طول عليه، قول لي انت جديدك ايه عرفني وبتاع وكده، بمنتهى الكاجواليتي اللي في الدنيا، بمنتهى الحب، من غير بقى ايه لا مش عايزه احكي ومش عارفه ايه. لو انت كشخص عشان انا عارفه ان انت جاي من حته اصلا انت يعني عندك اوفر اكسبوجر او منفتح زياده، او الناس عارفين تفاصيل عنك زياده، فمش هتعرف تاخد الخطوه دي مره واحده. فهقول بس كده كلمه انا همرن نفسي هو انا قاعده، ان لما حد يسالني لا والله لسه مفيش جديد، لسه مفيش حاجه واضحه قوي قدامي، قول لي انت ايه جديدك. فاهمني؟ ده رد مثلا من الردود. اوكي؟ انا كده ببدا ابني الخصوصيه اللي قلنا عليها، وببدا احميها بان انا برمي للي قدامي ايه نفس السؤال واشغله هو بنفسه. طيب دي حاجه. تاني حاجه بقى، في نوعيه الناس اللي بتبدا تسال عن حاجات ما تخصهاش اصلا 100%، ما يخصهاش، مش حاجات مثلا احنا كنا متعودين نتكلم فيها بس انا بيني وبين نفسي خدت القرار اللي انا مش هتكلم فيها تاني. لا حاجات ما تخصهاش، يعني مثلا قولي مثلا انت عامله ايه مع جوزك، هنا مش هنتعامل بنفس الطريقه. برضه تقعدي مع نفسك او تقعد مع نفسك وايه وتراجع نفسك انا هرد ازاي. هنا هتبصي ممكن مثلا ممكن ردود ان هبص اللي قدامي انا مثلا كرضوى، معلش ما سمعتش السؤال، هيعيد السؤال تاني، لا واضح ان انا مش سامعاه كويس، او انت بتسالني سؤال انا مش قادره افهم احنا ممكن نتكلم في ايه، يعني ايه التوبيك اللي ممكن نتكلم فيه. المهم واروح باصه جنبي وايه اكمل الكلام. هنا الشخص اللي قدامك عارف ان انت خلاص المساحه دي مش بتاعتك ان انت تكلمني فيها. ده برضو نوع من انواع الاسئله. ليه بقول لكم الرياكشنز دي؟ عشان في مننا كتير انا عارفه بيكون في من اللي حواليا كتير انا عارفه دي مين الحاجات اللي بقعد اتكلم فيها مع الناس اللي حواليا. طب يا رضوى مثلا لو سالوني مش عارفه ايه ارد ازاي، انا الموضوع ده ما خدتوش كده، يعني ما كنتش بادئه كده، انا بالعكس انا بداته لما اتحطيت في مواقف كتير اتكلمت فيها عن حاجات انا ما كنتش حابه اتكلم فيها، وحاجات تانية
شفت اللي قدامي بيتكلموا بصراحه وده الاكتر، وبعد كده يرجعوا يلوموا نفسهم، انا ما كنتش حابب اقول المعلومه دي، انا ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده، اصل هم ضغطوا عليا فعرفوا عني 1 2 3. لا، ما حدش يضغط عليك. وانت قاعد مع نفسك مرن نفسك في كل المواقف اللي انت خايف او شايف ان انت ممكن تتعرض لها او تتحط فيها وما تعرفش ترد، مرن نفسك وكأنه كده ايه ريفيجن بتعمله زي ما قلت كده، انا هرد اقول ايه. خلاص طيب، ده حاجة تانية. نيجي بقى للاشخاص اللي انا عايزة اكون مش يعني مش ايه مش رود قوي، مش اللي هي اسمها ايه، هقول لكم مش اللي هو مش هجومي قوي معاهم، فاهميني؟ او عايزه اتعامل بمنتهى الادب زي مثلا ماما بابا حد عزيز عليا، وفي نفس الوقت مش حابب ندخل في الحته دي. تيجي مثلا ماما تسالني عن حاجه انا مش حابه اقولها دلوقتي لان ممكن تكون الحاجه دي ما تخصنيش انا لوحدي. لا ده موقف مثلا ايه مثلا سي ماما بتسالني عن حاجه ليها علاقه بشخص بجوزي مثلا، فاهماني؟ هي بتسالني عن حاجه بمنتهى حسن ان هي عايزه تطمن على حاجه مثلا، ولو ان ده ما بيحصلش بصراحه من امي، بس عامه بتسالني عن موقف يخص جوزي، ولا مثلا بص اصل هو الموقف للاسف ما يخصنيش لوحدي، فما عنديش الرفاهيه ان انا اعرف اتكلم فيه، بس انا كنت عايزه اكلمك في حاجه تانية وابدا ادخل في موضوع تاني وخلاص، بدل ما اخلي ايه اللحظه الاكود اللي بتحصل او اللحظه المحرجه اللي بتحصل، اللي كتير مننا لما بنقف فيها بنضطر بقى نقول كل حاجه عشان ما احسش بالاحراج. في ناس عندهم فرط حساسيه بالاحراج، مش صح يا جماعه، مش صح والله. مش هقول لكم الكلام اللي بيتقال في الفيديوهات، هو ما اتحركش ان هو يسالك فانت ما تتحركش انك تحرجه، لا انا عارفه ان هو حتى لو قليل الادب او قليل الذوق او شخص سخيف وما اتحركش ان هو يحرجك، انت بتبقى محرج انك تحرجه. فاديني قلت لك ردين 3 ينفع استخدمهم بقى ومرنهم واشتغل عليهم وعدلهم، اوكي؟ بس اللي اقدر اقوله لك انه في سبيل ان انت تتغير لازم تكون عارف ان الخصوصية سلاح مهم جدا للتغيير، لازم تحافظ عليها، لازم تحميها بمنتهى الادب ومنتهى الود من غير ما اخسر حد لو انا مش مضطر ان انا اخسره. بدأ بقى الشخص اللي قدامي يبقى سخيف، ده هنتكلم عليه برضو في حاجات تانية، بس انا بقول لكم في نوعية اسئلة معينة بقى اللي هي ايه بقى، الشخص اللي قدامك هو اصلا بيسألها لك علشان يدوس على حتة او يترجر حتة جواك هو عارف ان هي بتوجعك. زي مثلا واحدة مثلا سي عارفة ان انا مش احسن حاجة في الطبخ، اوكي؟ فايه ده، هو بقول لك ايه يا رضوى، هو انت امال بتعملي ايه في رمضان بقى؟ يعني اكيد ده عيالك مش بيعرفوا ياكلوا، او اكيد جوزك مثلا بيضطر ياكلك بره كتير. هي هنا عايزه تقول ايه؟ عايزه تترجر حاجه او تدوس على حاجه معينه هي عارفه ان انا ممكن اكون مش احسن حاجه فيها او ممكن تكون بتستفزني، اوكي؟ طب هرد عليها ازاي دي بقى؟ لا دي بقى احرجها بمنتهى الهدوء من غير ما استفز. انا مثلا كرضوى ممكن ارد عليها ايه؟ لا هو المشكله الحقيقيه، هو الغريب فعلا يا فندم انك عايشه لغايه دلوقتي، هو الغريب بالنسبه لي ان انت شاغله نفسك قوي بجوزي وعيالي. يعني عامه لو شاغله نفسك لا ما تقلقيش، احنا تمام جود، ما تقلقيش. هنا انا بدات يعني حولت الاحراج، بدل ما هي بتحاول تحرجني انا اللي بينت قدامها ان انت قد ايه شاغله نفسك بينا، وتش ايه حاجه حقيقيه، شاغله نفسها بيكي. وعلى فكره انا جبت موضوع الاكل عشان ما تقولوش مش عارفه ايه، عشان ما تقولوش انا بتكلم عن حد، انا شاطره جدا في الاكل عامه يعني، عشان بس اللي حابب يلعب معايا اللعبه دي مش هيلاقيها، اوكي؟ فدي حاجه تانية، اوكي؟ انا يعني ما اعرفش، قولوا لي انتوا بقى في الكومنتس هنا لو في مواقف معينه مش عارفين تردوا عليها، او مثلا لو حد سالكم سؤال من نوعيه ايه عايزين رد ايه عليه، وانا ابدا اقول لكم احنا ممكن نعمل فيديوهات عن الرد بس، ردود بس، فنون الردود، لان انا في الحاجات دي بصراحه الحمد لله يعني عندي حته كده، عندي تكنيك خلاص اتعلمته، اوكي؟ بس انا مش عايزه الفيديوهات دي تبقى طويله، والفيديوهات دي بالنسبه لي هدف فيها، وعامه اصلا فيديوهاتي كلها هدف فيها مش انه يبقى لونج فيديو يعني، على قد ما انا اكون وصلت المعلومه. فاعتقد ان انا كده وصلت المعلومه اللي عايزه اقولها. عشان الصلاه شغاله بره لازم كل مره فيديو يبقى فيه حاجه. المهم بس ده كان كل اللي في دماغي اللي عايزه اقوله لكم فيما يخص موضوع الخصوصيه، وده قانون رقم 3. عندنا قلت لكم 10 قوانين، اتفرجوا على الفيديو اللي فات لو ما شفتوهوش، وقولوا لي رايكم في الفيديو اللي فات وفي الفيديو ده. ولو حابين، انا بفكر جدا ان انا اعمل لايف نناقش فيه الحاجات اللي انتوا حابين نتكلم فيها بقى ايه مع بعض على طول، يعني لو حابين برضو كده قولوا لي نعمل لايف
قولوا لي في الكومنتس. وبس هسيب لكم كل لينكس السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن بوكس، فبرضه ميك شور ان انتوا متابعيني فيها كلها. بس كده يا حلوين، يا رب يكون فيديو مفيد بالنسبه لكم، فيديو طويل وخفيف مش ممل. اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.